صباح الفل عليكم يا جماعه، صباح الفل. طيب الاهمال اللي موجود عندنا والله العظيم انا ما شفته في اي حته تانية، ما شفتوش في اي بلد تانية. يعني لما تودي ابنها علشان خاطر يجيب لها بطولة الجمهورية ويرجع لها ميت علشان إهمال المسؤولين هناك تبقى مصيبة. عارفين ليه هم بيهملوا ومش في دماغهم؟ عشان عارفين انهم مش هيتحاسبوا. الناس دي ما بتتحاسبش، واقول لكم ليه ما بتتحاسبش، عشان لو كانت حاسبوا اللي قبلهم كانوا هم اتحاسبوا. يعني بتوع المستشفيات الدكاترة اللي بيغلطوا، او هقول بعض الدكاترة عشان ما يقولوش بتعمم، لو كانوا اتحاسبوا على اي عمليه غلط عملوها الدكتور، ولا زمان لما كنا بنسمع ساب في بطن المريض حاجه، ولا لو كانت الناس دي اتحاسبت، لكن هيقول لك قتل خطا، قتل خطا. لو كانت الناس دي اتحاسبت يبقى دول هيتحاسبوا. لو كانوا بتوع المدرسه بتوع سيدز الدوليه وغيرها اتحاسبوا، لو هو مثلا مدرس خد باله من العيل ده، او عرفوا ان اطفال لوحدهم 5 و6 سنين ما ينفعش يقفوا يستنوا بس لوحدهم، ما كانش حصل اعتداء، ما كانوش عملوا شبكه وتناوبوا على العيال دي لمده سنه، ما كانوش عملوا شبكه وتناوبوا على العيال في الاعتداءات دي لمده سنه. لكن سنه بحالها مفيش عين بصت شافت العيل ده فلان ده واخده موديه فين. اهمال. لو الناس دي لقت اللي يحاسبها يبقى دول هيلاقوا اللي يحاسبهم. انا نفسي طبعا والله العظيم انا نفسي يتحاسبوا، لكن لو اللي قبلهم اتحاسبوا يبقى دول يتحاسبوا. يعني بجد مصيبه. وبعدين الام بتقول لك كان نفسي مثلا ابني كان نفسه في سندوتش جبنه ونفسه. طب علشان خاطر طبعا بطوله الجمهوريه، انتوا عارفين ان الناس ديت ليها اكل معين. طب انت عارفه ان ابنك نفسه طز في بطوله الجمهوريه، محروقه بطوله الجمهوريه. الرياضه ديت علشان خاطر العيل ينفس عن نفسه، علشان يبقى يفرغ طاقته في حاجه مفيده. لكن ان شاء الله ما كان بطل الجمهوريه مش مهم، المهم يبقى مبسوط وسعيد وراضي، مش نقعد نجبت ونضغط على العيل كمان وكمان. بصراحه يعني انا مش هقدر اقول حاجه تانية غير الله يكون في عونها، بجد الله يكون في عونها، وربنا يتولاها برحمته ويجيب حق الناس اللي عملوا كده فعلا ويتسببوا في موت الطفل ده، ربنا يجيب حقه منهم، من شويه المهملين اللي هناك.